السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركي افيك نزيهة. اليوم كيما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة الحناين. الله الله على الحناين تاع الدلس. فوالا الوصفة الأصلية تاع ناس دلس الحناين. ناس دلس معروفين بالحناين، والوصفة هذه نحيي تاتا صالحة بنت خالة ميمتي الله يرحمها. فوالا سي اون كوزينة ما ميغ. الوصفة نتاعها بطبيعه الحال هي دلسيه. هنايا نورمالمون نديرو الدقيق تاع العجين في تركيا، ما عنديش دقيق تاع العجين، عملت دقيق المتوسط، درت كيلو وربع تاع دقيق المتوسط، ودرت 3 فارينه، 2 مغارف تاع العشاء تاع خميره الخبز باكي تاع لا لوفور شيميك، خميرة الحلوة، عملت كيلة تاع السكر ناقص منها 7.5 ولا 2 سبعتين، درت الفانيليا، درت قريصة تاع الملح، مغرفة قهوة تاع الملح، السكر بطبيعة الحال، درت بشور الليمون والبرتقال لو زاز دو سيترون و زاز دورانج، وخلطت وزوج مغارف تاع خميرة الخبز. فوالا ودرت تاني لي سافور، درت حبة حلاوة 3 مغارف تاع العشاء، الا كانت عندكم تاني زريعة البسباس تاني، ودرت كيلة سمن وزدت لها شوية تاع الزيت، ما نفيضوهاش الكيلة تاعنا، ودرت كيلة ما زهر، وكل بلاد والدقيق تاعو، كل بلاد وفارينتها. دونك فوالا ونقعدوا نلمو كيما راكم تشوفوا هكذا حتى كي تحصلت على عجينه، وزدت شويه تاع الماء ودخلت لي كيلة وربع، خاطر الدقيق المتوسط يشرب ماشي كيما الدقيق تاع العجين. فوالا حتى وين تحصلت على عجينه كانت متماسكه. وصدقوني الحناين كما تقولي تاتا صالحه الله يذكرها بالخير، لازم يتعجنوا، لازم نعجنوهم. فوالا كيما راكم تشوفوا نعجن ونقطع في العجينه حتى وين نحسوا بلي الهواء راه يدخل فيهم، حتى وين يوليو يعملوا كي شغل الهواء راه يدخل، ولا بات تاعنا محسوب تجينا رطبه شويه ماشي كيما مع الاول. فوالا هكذا راني ندير في الكيله تاع المزهر. فوالا وزدت شويه ما، زدت ابوبخي 4 كيلة تاع الماء. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا نعجن فيهم. الوغ قد ما ديروا لي سافور قد ما مليح، قلت لكم زاز تاع القارص وحبه حلاوه وزريعه البسباس وتشينا والقارص، صدقوني، ونزيدو نطموهم بالماء الزهر. دونك واش نقول لكم، هنا شوفوا كيفاش راني نعجن فيهم. فوالا راني نعجن فيهم بالطبع حتى وين تحصلت على عجينه متماسكه. فوالا عجنتهم يعني نقول لكم تحبوا تحطوهم في البيتخان حطوهم، ولكن درتهم الانسيان. عجنت العجينه تاعي تاع الحناين، وكاين بزاف وصفات تاع الحناين، هادو ما يجوا تقال، يجوا كونسيستون، ماشي الحناين تاع يجوا شغل بريوش، لا لا، تاع اللي يجوا كي البريوش يعملوا لهم غير الفارينه، وهادو ما دقيق وفارينه. فوالا شوفوا كيش راهي العجينه تاعي، راهي فريمون حاكمه روحها. بديت نتحصل على عجينه ما راهي تولي ما تتقطع ما والو، شغل تحكم روحها. ها فوالا فوالا نعجنوهم بالطبع والشان. انا جي تروفي دو بليزير كوم نزيها تحب تعجن، دونك جي تروفي دو بليزير وانا نعجن فيهم. واي يعني كنت مقلقه اي وقتاش يخمروا ونحطهم يطيبوا باش نشموا ديك الريحه هذيك اللي تشهي. فوالا شوفوا خليتهم بعد ما تحصلت على عجينه تكون مليحه، خليتهم يخمروا، خليتهم واحد الساعه، هما ما يخمروش بزاف خاطر فيهم السكر وفيهم ليدام اي تو، دونك ما يخمروناش كي البريوش. هنا بعد ما خمروا كسرت لهم هكذا شويه خميره تاعهم، وقعدت نديروا اشكال. هنايا درت شوفوا هنا عجينه قسمتها على 3. هنا كان عندي زبيب شمخته في الماء وما زهر باش يكون طري، ونحكموا هكذا عجينه ونديروا لها الزبيب، ولا نديروا كاين تاني ناس دلس كاين يديروا تمر. فوالا التمر حب مفور وكامل الله الله شغل الغرس. وكاين اللي يعملوا عقده تاع اللوز، كاين اللي يعملوا لهم عقده تاع اللوز، انا درت عقده تاع الزبيب. فوالا
ونسيسو على العجينه غير بالعقل باك نخرجوا كامل هذاك الهواء اللي يكون داخلها، ونجربوا نديروا ضفيره. فوالا نسيسو كيما قلت لكم على العجينه غير بالعقل برك، ونديروا ضفيره. كاين يديروهم كبار، الحبه تجي قدام من هي، كاين يديروهم صغيورين. دونك الاشكال كيما نحبوا. كانوا زمان مام في العيد، حنا مرت خالي تاتا صالحه الله يذكرها بالخير تعملهم في العيد. هاي ديك الطفيره تاعي في العيد، واللي يجي لعندها تعطيلو تهديلو اون كورون ولا تهديلو حنيونه ولا فوالا يعملوهم في العيد. نديرو هذيك البطه، نديرو داك العش هذاك بحبه ولاد الدجاج. فوالا هادو هما تقاليد بلادنا، تقاليد الجزائر، تقاليد الدلس. ونحييو جدودنا اللي خلاونا اللي خلاونا يعني هاد التقاليد وهاد الوصفات. هنا درت لا كورون تاعي فوالا كيما راكم تشوفوا، عملت لا كورون وعملت تاني ضفيرات تاع الزوج. من بعد تشوفوا الاشكال اللي عملتهم هنا. خليت حتى وين عملت لها الجون دوف، ومن بعد خدمتها شويه بالمقص. لازم نديرو بالمقص ونوقفوها هكذا شويه باش يجيو عندنا دي بوينت. فوالا من بعد زدت سقمتهم انا من بعد باش يجونا دي بوينت. هنا خليتها عملت لها جون دوف وزدت خليتهم يخمروا اون دوزيام فوا، ما يخمروش. خليتهم واحد النص ساعه هكذاك وحطيتهم في الفوغ على درجه 200 درجه، 180 حتى ل 200 درجه. فوالا نخليوهم يطيبوا في عقلهم وشوفوا النتيجه اكثر من رائعه. واش نقول لكم، ديك الريحه اللي كانت في الدار تشهي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه ناجحه 100%. ونقول لكم من المزيد من الوصفات جربوا هذه الوصفه وادعيوا لي بالخير، وادعيوا لتاتا صالحه تاني هي اللي عطاتني الوصفه ديالها وهي اللي علمتني نعملهم. نقول لكم بقاو على خير، اللهم ناتولون غورشورو. السلام.